عبده الدهب اهو. ايه، خد الدهب بسرعة والحق امك. عبده، امي ماتت. امي ماتت يا شمس. عارفه ماتت ليه؟ عشان انت ما لقيتيش حد يربيكي ويعرفك يعني ايه صح، يعني ايه غلط، ويعني ايه تقفي جنب جوزك لما يحتاج، ويعني ايه تدي كده تقلعي عينيك وتبيعيها علشان خاطر تسندي جوزك. ما لقيتيش ده. نفس الطريقه اللي امك اتطلقت بيها انت كمان هتتطلقي بيها، علشان ولا امك اتربت ولا انت اتربيتي. وكويس كويس ان ما حصلش بينا خلفه، عشان لو كانت جت بنت كانت هتطلع لك انت كمان، وكانت هتبقى دايره بقى. امك خلفتك وانت هتخلفي وهي هتخلف، كانت هتبقى دايره. بس الحمد لله، الحمد لله ان انا ما خلفتش منك، علشان ما فيش حاجه تربطني بيكي. امشي مكان ما جيت يا شمس. عبده عشان خاطري انا اسفة. اسفك ده يرجع امي اللي ماتت؟ ردي. لا ملوش لزوم الكلام. انا دلوقتي مش قادر اقف على رجلي، لكن لو ربنا عطاني القوه ووقفت، صدقيني يا شمس، انا مش بس هضربك، انا هكسرك. امشي من هنا وروح اقول لامك افرحي يما، انا اتطلقت وجيت بذهبي علشان خاطر تفرح وتلاقي حاجه مسنوده عليها. الدهب ده اللي انا كنت جايبه لك هديه، اللي اهلك اتحكموا فيا قالوا لي انت لازم تجيب كذا، وجبت كذا عشان كنت شريك وبحبك. بس دلوقتي مفيش حاجه نفعتني، ومفيش حاجه طلعت صح غير كلمه امي اللي قالتها لي. قالت لي يا ابني انت مناسب عقربه. اهي العقربه كانت سبب في موت امي. امشي يا شمس وانت طالق بالتلاته. روح بقى فرح امك، فرح امك بشويه الدهب. امشي.